السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي رسالة مهمة جدا في وقت مش هينفع فيه الهزار تاني، ولا هينفع مماطلة تاني، ولا هينفع صبر تاني من الناس. أنا جاي أقول الناس جاعت. الناس حقيقي جاعت. ولو فضلنا في الوضع اللي احنا فيه ده، احنا في شهر يناير، في نصه التاني اهو. لو الشهر ده مش هيعدي، يعني اللي بيحصل دلوقتي ده أسعار بتتغير في خلال دقائق وساعات حرفيا. فأنا بطالب بكل احترام وأدب وذوق، قبل ما الدنيا تفلت، عشان ده حقيقة على الأرض دلوقتي. بغض النظر عن أي حاجة، بغض النظر عن أي حاجة بجد، لازم الدعم السلعي يرجع بشكل فوري. لازم الدعم السلعي يرجع بشكل فوري، أيا كانت العواقب اللي هتبقى على الموازنة. انا مش خبير اقتصاد عشان ما حدش يقول لي انت بتفتي وهجاص ومالكش فيها وانت مش قاري. ماليش فيه دلوقتي. في وضع الناس جاعت، في سحب على السوق، في مضاربات على كل السلع، في مضاربات على الدولار، في مضاربات على الذهب. فاحنا كده وصلنا لطريق مسدود. الطريق ده فيه مشكله. الطريق ده مشكلته ان الغني بيزداد غنى، يعني اللي معاه مليون جنيه كل شهر بيبقوا مليون وربع مثلا، معاه بعد شهرين يبقوا مليون ونص وهكذا. واللي بيقبض 3 4000 جنيه بيموت من جوه، حرفيا بيموت. خلاص الموضوع انتهى، بيموت. كل حاجه بتغلى، الفول بيغلى، الطعميه بتغلى، الاساسيات كلها بتغلى، حتى الفطيره بتغلى، البتايه بتغلى، العيش بيغلى، الفينو بيغلى. طيب ايه فايده الدعم السلعي دلوقتي بقى؟ بس مش دعم سلعي كيسين رز وازازه زيت، لا، الدعم السلعي اللي لازم ينزل ايا كانت العواقب. قلت لكل اسره 4 افراد على الاقل 7 او 10 كيلو رز، 3 4 ازايز زيت، علبه صلصه كبيره، فول لازم بقى بروتين، عشان الناس ما بقتش قادره تجيب بروتين نهائيا، حتى الفول بقى غالي. 3 4 كيلو فول، علبه صلصه كبيره زي ما قلت، علبه سمنه. كل الاحتياجات لازم تكون في السله الغذائيه اللي هتتقدم للمواطن، لان الناس قلنا جاعت. طب لو انتوا سبتوا الوضع زي ما احنا موجودين دلوقتي، طيب انا قلت الناس مش قادره تجيب اكل، صح؟ وبالتالي اجسامهم بدات تضعف، الانيميا بدات تاكل فيهم، ومعهمش فلوس ياكلوا، وبالتالي اكيد مش هيشتروا فيتامينات ولا يروحوا لدكاتره. طيب يعني حتى القدره الانتاجيه اللي متبقيه عندي في الدوله دلوقتي هتتاثر جدا. انا بدعو لاخر مره، في خلال اسبوع لازم الدعم السلع يرجع، ويكون كل السلع دي بالامر المباشر، عشان السرعه. لما يحصل الدعم السلعي هترجع الاسعار تستقر الى حد ما، ان السحب في السوق هيقل، التضخم هيقل، لان زي ما قلت السحب هيقل على الحاجه. لان الفلوس دي مدفوعه مقدما من الحكومه جوه التموين او الحاجه اللي هياخدوها الناس. الحاجه الثانيه، انا بدعو بقى بعد اذنكم السلع دي ما تتوزعش في منافذ التموين وتخش في الشبكه والدايره اللي احنا عارفينها. في اماكن مش عايز اقول اسمها، سلاسل كبيره بس احجامها صغيره يعني في الفروع، لو تقدروا تخشوا في السيستم معاهم بتاعهم، تصرفوا الحاجات دي بكل احترام. السله الغذائيه دي تكون متكيسه جاهزه، تتحط في الفروع دي، المواطن يروح باحترامه ايا كانت الطريقه. انا ما اعرفش بقى، ممكن تعملوها باكواد، يعني تغيروا النظام ده خالص بتاع البطاقات ده، تعملوا لكل مواطن كود مثلا يسجل في موقع موحد، يبقوا عارفين كل حاجه عنه. كل مواطن بياخد كود معين يطلع على الفرع الفلاني، عشان الشركات دي ما شاء الله متطوره في التكنولوجيا يعني الى حد كبير. يروح ياخد سلته الغذائيه بكل احترام، لان كل شركه من دول فيها فوق 400 فرع، وهو الناس طبعا عارفه مين الشركات اللي انا بتكلم فيها. الموضوع اصبح خطير، يعني الناس مش هتقدر اكيد تعمل مثلا هروب جماعي عشان تهرب من الاوضاع. لازم حل فوري. الموضوع هيبقى عواقبه صعبه على الكل، حتى المتسبب ما هو نفسه هيتاثر. الناس لو عدى الشهر ده، مش عارف، مش هقدر اتكلم عشان التيك توك ممكن يشيل الفيديو، بس اللي هيحصل مش سهل. الناس جاعت فعلا، ما بقاش في اي نوع من السلع ممكن توفر. انا قلت قبل كده في فيديو من فتره ان ممكن قلنا تشتري لحمه، تشتري بلا مكرونه، مش عارف جبنه، تشتري بلا جبنه تاني. دلوقتي خلاص، حتى الفول غالي،
اللوبيا غاليه، الفاصوليا غاليه، علبه التونه المفتته بقت ب 45 جنيه، اللي هي كانت اسهل بروتين اللي هي زمان كانت بتتباع بجنيه وربع. فخلاص ما بقتش اي نوع من الغذاء ممكن الانسان يعتمد عليه عشان يعيش. لازم في حلول، لازم في قرار جريء يتاخد. شكرا جزيلا.